السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف العادة جيناكم بجديد كروي ساخن من داخل القلعة الحمراء. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس وخليو لايك ديالكم باش تشجعونا. دابا ندوزو للموضوع ديالنا. في أول خبر، إشعال الميركاتو الشتوي بصفقتين من العيار الثقيل. الوداد الرياضي كيوجد باش يشعل الميركاتو الشتوي، وهذه المرة العينين ديال الفريق على النجمين كبار من فريق يانغ أفريكان التنزاني. الأول هو ستيفان عزيزيكي، صانع ألعاب من الطراز الرفيع اللي كيتميز بالمهارات ديالو في تنظيم الهجمات. والثاني هو ميزيري كليمون، مهاجم هداف خطير اللي كيبصم على موسم كبير في تنزانيا. هاد الصفقتين فحال ما تموا غادي يكونوا إضافة قوية للوداد، خصوصا أنهم لاعبين عندهم خبرة كبيرة في المنافسات الإفريقية، وهذا الشيء غادي يعاون الفريق في النصف الثاني من الموسم. المنافسة القوية مع بركان، ولكن المهمة ما غاديش تكون سهلة، حيث الفريق البركاني كيتزاحم مع الوداد بقوة باش يوقع مع هاد اللاعبين اللي خطفوا الأنظار في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. واش غادي يقدر الوداد يحسم هاد الصفقتين لصالحه؟ هذه هي التساؤلات اللي كتحير الجماهير. وندوزو للخبر الثاني اليوم اللي عندنا، هو لائحة المغادرين في الوداد. ومن جانب آخر، مدرب الوداد روراني ماكوينا خرج اللائحة الرسمية ديال اللاعبين اللي غادي يغادروا الفريق الأحمر في هذا الميركاتو الشتوي. ومن بين الأسماء التالية اللي خرجات: زكريا غيلان اللي هو خريج مدرسة برشلونة، عبد العالي المحمدي رغم أنه كان باغي يبقى، وأبو بكر باح، هشام أيت برايم، منير الهباش، وأسامة محروس، وسيف الدين بوهرة، وزكريا ناسيك، وحتى البرازيليين بيدرينيو وارتر ويندروفسكي. هاد الخطوات كتشير أن الوداد باغي يدير تغييرات كبيرة في الصفوف ديالو استعدادا للمنافسات الجاية، وكذلك كأس العالم أبرزهم. لهنا غادي نقول لكم شنو رأيكم خوتي في التحركات اللي كيقوم بها أي تمنى ولا الوداد عامة. واش الوداد غادي ينجح في الميركاتو الشتوي باش يجيب لاعبين جداد ويقوي الفريق؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات، وما تنساوش تخليو لايك وسبسكرايب باش تشجعونا، ونتلاقاو في فيديو جديد قريب إن شاء الله، ودمتم سالمين.